السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا البنات، مرحبا المشاهدات، صحة صيامكم وصحة عيدكم مسبقا. فيديونا اليوم خاص بهذا القطارية أو هذا الفستان فراشة قاطفة. تفاصيل درك تشوفوها. راني درتكم عليهم باترون، ماذا بكم ديروا كابتور لهذا الباترون باش تحفظوا المقاسات. هنا رانا فصلتها بصح الفيديو تاع الفصالة راح لي، راني درتها لكم على هذا الورق. هنا راني ثانية الورق على 2، نتوما تثنوا القماش على 4، 3 متر قماش تثنوهم على 4 بالشكل اللي راه مقابلكم، وتحدوا الطول. هنا ديري فيها 140 145 حسب الطول، والعرض وهي على 4 ديري فيها العرض نتاعها 80 سنتيم من ناحية الكتفين، وتهبطي بحوالي 6 سنتيم. هنا درنا 80 سنتيم وحنا ثانينها على 4. وهنا تحدي دائرة العنق 8 سنتيم أو 8 ونص على حسب الزبونة أو على حسب نفسك واش تلبسي. ديري 80 وثي ثانية على 4، تحدي دائرة العنق وتحدي الطول على طول القماش اللي عندك ما فيش الأكمام. هنا تثنيه على 4 كيما راه، وتهبطي بحوالي 6 سنتيم إلى 7، حتى أحيانا نهبطوا 8 سنتيم. هذه مولاتها ما شاء الله مليانة، هبطت ب6 سنتيم فقط، وتحدي دائرة العنق. وحنا رانا قلنا ثانيا القماش على 4 طبقات، 4 طبقات. الطول تحدي تبداي بالطول وتبداي 80 سنتيم العرض وانت ثانية على 4. واذا كانت ترفد كثير هنا تحدي الفتحة نتاع الكم من 17 ل 20 سنتيم. الكم عنده 2 فصالات، هذا الفصالة عندها 2 فصالات، فصالة منها اللي تدخلي بالكم حوالي الفتحة نتاع الكم تدخلي حوالي 10 سنتيم إلى 12 سنتيم. وكاين الرسمة الثانية راح تشوفيها العرض نتاع الجلال من تحت أو عرض الدائرة من 45 ل 40، وكاينين أحيانا ونديروا فيه فقط حوالي 35 إلا حبيتيها تجي من تحت ضيقة كثير، وتطلعي بحوالي 3 سنتيم من تحت. هذه التفصيلة الأولى، وتنحي الانحدار هذاك على الجانب وتقصي هذا الأول. الورقة الثانية راح نشوف فيها الرسمة الثانية اللي راني خيطتها وشفتوها في الصورة. هذا هو كيجي طويل يبان لكم هنا الكاقط، الورقة راها قصير، راه يبان لكم كيما التريكو فقط داخلي. كي تكون طويلة تبان كيما قلت لكم من ناحية الجلال من تحت أو دورة الأسفل تقدري ديري فيها فقط 35 وانت ثانية على 4. وتحدي دائرة العنق، هذه الورقة الثانية تحدي دائرة العنق ديري 8 سنتيم، وتحدي على عرض القماش وانت دايرتيه 80 سنتيم من ناحية الأكتاف، وتهبطي بحوالي من 6 سنتيم 7، حتى أحيانا 8 سنتيم إذا كانت المرأة ماهيش خشينة كثير. وهنا من 40 ل 45 حتى ل 35 اللي حبيتيها تجي مضيقة من تحت رانا نفتحوها على الجوانب، ديري حوالي 35 فقط أو 40 45. والأكمام هنا رايحين نخلوه فتحة الأكمام الطول العرض نتاعها 80 سنتيم واضحة لكم، وتنحدري ب6 إلى 7 سنتيم. هنا ديري من 40 45 من 35 فقط إلا حبيتيها تجي ضيقة من تحت، ورانا نفتحوها على الجوانب. وتحدي الفتحة نتاعكم من 17 ل 19 حتى ل 20 سنتيم إلا حبيتي الكمام يجوك عراض. وهنا ما رايحينش نفصلوه كما الأول، رايحين نجيبوها بالطريقة هذه كما الفستان اللي شفتيه على الصورة، جايبينها ما راناش داخلين بالكم. الكم هذا ها هو داخل، اللي تحبوا بهذه الطريقة وتحبوا شوية يجي تحت ناحية الإباط يجي شوية مشدود، دير الطريقة تاع الورقة الأولى. واللي حبتوا كما الفستان اللي خيطتوا ديروا بالطريقة هذه. هنا وين رايحين نديروا القالو، وين رايحين نديروا شريط القالو هنايا في الأكمام من 17 ل 20 سنتيم لكم. وانتي اللي حبيتي أعراض حتى تكبري لكم على هذه الطريقة. وراكي تشوفي في الفرق ما بيناتهم، ما بين الأول وهما نفس الخياطة نفس الطريقة. واش هو وحدة تجي كما اللي خيطها هنا ديري تحديد دائرة الرقبة وتقصي القماش تاعك بهذه الطريقة، وتطلعي من فوق تهبطي بحوالي 6 سنتيم، ومن تحت من ناحية الأسفل من ناحية الأرجل تطلعي من 4 سنتيم ل 5 سنتيم. وإذا كانت قصيرة تطلعي حتى ب6 سنتيم من هذه الناحية، وتحبسي عند الوسط وتقصي بالشكل هذا.
خياطة فصالتها مش صعبة وما عندهاش ليمونش وما عندهاش سوى انك ترد في تسفجي الرقبة من الامام، واذا ما حبيتيش فقط تسورجي وتثني. هنا كان المفروض تمشي معها قالوا كامل في الوسط كما ردت لكم الرسمة، لكن انا كي شفت وحطيته على القماش ما عجبنيش، ما جاتش مليحة. درت لها على الاكمام الجوانب الكتفين وعلى الرقبة فقط. القماش كما قلت لكم قاطفة. جاي هنا هذه القصة الخلفية هذه نتاع القماش من الخلف، تقصي الخلف وتفصلي الامام على الخلف ومن بعدها تقصي الامام، ما تقصيهمش مع بعضهم. الا قصيتيهم تجيك مفتوحة من الخلف ومن الامام، تخلي تهبطي ب3 سنتيم من الخلف وتقصي ومن بعد تفصلي تقصي الامامية. هذا الباترون تاعها. الخياطة درك نفوتوا ليها ونقول لكم صحة عيدكم مسبقا، وان شاء الله دائما نتلاقاو في الافراح والمناسبات الملاح. هذا الباترون منا قلت لك تنقصيه من 35 يجيك بالشكل هذا، ورايحين نخلو حوالي 15 سنتيم الى 20 سنتيم في الفتحه نتاع الجوانب. منا رايحين كل ما ضيقتيها من تحت راح تجيك اجمل، كل ما ضيقتي فيها شويه راح تجيك اجمل، لان نفتحوها على ناحيه السيقان من ناحيتين. هنا راني سورجت القطعتين الخلف والامام وما سفجت، انا ما درت التبطين ما والو، سورجتها فقط. تسورجي انا سورجتها بالكحل باش تبان لكم، وانتي ماذا بيك تسورجي بلون القماش اللي عندك. ديري السورجي نتاعك وراها مفصله واجده، وتحطي القطعتين على بعضهم، تثني الوجه على الوجه وديري الخلف على الخلف وتثبتيها كامل بالدبابيس. تحطي لك هاني درت لها دبابيس وتخيطيها. خياطتها سهله، ما فيها تبطين، ما فيها اكمام، ما فيها حتى شيء. يبقاو لك الفتحات تاع الاكمام وفتحات الجوانب ديريهم، ماهيش صعبه في الخياطه كثير. والفصاله راكم شفتوها، طبقوا فقط ديروا كابتور الورقه اللي مرسومه وثابته وفصلي عليها. الطول ديريه حسب انتي وش حابه، اذا كانت طويله كثير تزيدي، اذا كانت قصيره تنقصي، اذا كانت معمره كثير تقدري الليمونش تدخلي فيه شويه باش ما تبانش السيده سمينه كثير. واذا كانت مش خشينه المراه مش سمينه كثير، هنا راني نخيط فيها فقط، نخيط فيها. اذا كانت مش سمينه كثير تقدري تخليها الكمام برك تفتحي قادك 20. هنا واش رانا نديري هنا، انا فتحتها هنا من 15 ل 20 سنتيم، وانتي تقدري تفتحيها اكثر من هذه او تديريها مسكره. هنا اذا ضيقتي ما تسكريهاش، خلي الفتحات كما راهم. تخيطيها كامل على الجوانب والكتفين، فيها خياطه الجوانب الجانبين وفيها خياطه الاكتاف ناحيه الاكتاف والكفافه نتاع الفتحات اللي تخليهم واللي اللي ديريها لتحت. هذا ما فيها، هذا ما فيها. انا تخلي من 14 ل 12 15 سنتيم، اذا تحبي تخلي حتى ل 20 سنتيم انتي وما حبيتي. هي تفوتي عليها بالخياطه وبعدها تكفي كامل الخياطات. هنا تبداي تكفي ديري لوغلي اللي تاع الجلال من الاسفل او ناحيه الظفار لتحت او الناحيه السفليه الاسفل، تكفيها كامل. راكي مسورجه هنا ما تثني القماش على 2 ما والو، تكفيها كامل. وان شاء الله جايين ايامات الفطر ورايحين نديروا هاد التفاصيل كامل بالديتاي، كل حاجه ندير لكم عليها فيديو وحدها. اللي مبتدئات الاخوات اللي مبتدئات، اما اللي موالفين يخيطوا سبحان الله هذا الفيديوهات ما تخصهم في حتى شيء، الا اللي تحب تدي معلومه اكثر. سبحان الله كاين انسان خياطات او خياطين رجال يخيطوا ما شاء الله وتغيب لهم فقط في بعض الاشياء. بما اننا عندنا خبره طويله في الخياطه سنوات وتمدرسنا عليها سنين طويله وعمر كامل نخيطوا، راه هذه الامور جينا كي ننصحوا بها نحسوا روحنا كاننا مدينا حاجه مليحه. ولو نقص عليك معلومه فقط تكون مضايقاتك او متعباتك وتجيك سهله معايا عدي فيها ان شاء الله. والاجر والبنات ديروا لايك الفيديو ونشروه نشتركوا في الاجر جميعا. كي تعود واحده من خواتاتنا ضايعت لها في حاجه وتلقى في فيديو حاجه تناسبها او تريحها من المتاعب، رانا نشتركوا ان شاء الله في الاجر. وان شاء الله الفيديوهات الجايه رايحين كل حاجه نديروا لها فيديو قصير وحدها، تتعلموا كيفاش تديروا التبطين او تسفاج او تسفجوا او كل حاجه رايحين نديروا لكم بها مقطع ان شاء الله اذا وفقنا الله بالتوفيق بعد ربي. ورايحين ان شاء الله كي تحطوا القطعه تكونوا حافظين عليها كامل الخطوات توعها، تنقص لكم معاناه الخياطه معاناه التفصيل. كاين بعض الاخوات هنا رانا كملنا لها الخياطه، هنا كما راكم تلاحظوا من تحت درنا لها الكفين وقضينا لها كل شيء، تبقات لنا فقط ناحيه العنق
وناحيه الاكمام ما درتلهمش انا ديك الكفافه الخفيفه. هنا نشدوا الرقبه، دائره الرقبه نثنوها على 2 ونحدوا الوسط باش كي نلحقوا الوسط القالو هذا ناحيه الوسط نشدوها نديروا لها علامه القاطفه ما تتعلمش كثير، نحطوا لها من الدبابيس هذون البانقل، نديروا لها بانقل في الوسط وتبداي تثبتيه. هذا راه يجي ما فيهش الخيوط تنزل منه هذا القالو. تبداي تثبتيه اولا على راس الكتف، كي تكوني ثبت فيه على راس الكتف تفتحي الخياطه اللي قرنتيها من الداخل، تفتحي وين جمعتي الخياطه تفتحيها على 2 وتخيطي. تبداي بسم الله من ناحيه الرقبه تثني القماش تاعك لداخل السورجي داك تثنيه تحت القالو. علاه ما حبيتش ندير لها 2 خياطات، ندير الخياطه الاولى ونعاود باش ما تكثرش فيها الخيوط من داخل، تجي نقيه كي من داخل كي من برا. وتبداي تخيطي القالو هذا ديريه على طرف تخلي خارج منه غير اجزاء خفيفه وتخيطيه كامل على طرف الرقبه. كي تلحقي الوسط كما راكي تشوفي شويه في الوسط هنا غير قرصه خفيفه كيما حطيتي البانقل هذا كيما راكي تشوفي هذه تجمعي شويه في الوسط، شويه تجمعيها باش تقعد منشوره من تحت وما تجيكش معجزره في ناحيه الصدر. وتكملي الخياطه نتاعك وهنا تقصي ناحيه الكتف. كملنا الخياطه تعاودي تفوتي عليها تخيطي على راس الكتف رايحه جايه معاه ثبتيه وبعد تفوتي عليها كامل. وانتم راكم تشوفوا في الفيديو تشاهدوا فيه راكم تفهموها. هذا راه القالو هذا راه يعطيك الخياطه نتاعك دوري هنا. ها هي الطبقه اللي قلت لك ديريها في الوسط وتثني رايحه جايه دوري بالخياطه مع تخيطي في وسط ما بين هذاك الدوري وما بين الدوري الطرف هذه تخيطي في الوسط باللون الخيط نفس الكولير تخيطي في الوسط، ما تفوتيش عليها مستقيم هكذا تبقى القاطفه جهه مخيطه وجهه جايه فاتك فوق القالو. دوري مع الورده هذيك وتخيطي رايحه جايه وتدوري معاه تخيطيها وثبتي نتاع الجوانب كما اعلنت لكم في بدايه الفيديو. سهله فقط كي تعودي تخيطي ما تحكميش على طرف الورده وتخيطي، خيطي في الناحيه اللي راها جايه لون القماش. او هنا ناحيه الخلف تثني للداخل وتخيطيها، تبقى لك ناحيه الرقبه من الخلف تثني للداخل وتخيطي. والفيديو ساهل، الفصاله سهله، الخياطه سهله، فقط هاد الوريدات اللي رانا نركبوا فيهم نخيطوا فيهم اللي عارفي كيفاه تدوري معاهم. ما تشوفيش كما راه الفيديو مسرعينه، انتي تخيطي في مهلك خيطي دوري معاهم وخيطيهم بنفس الخيط، ما راح يبان لك الخيط لا من الخلف ولا من الامام، رايحه تلقاي الخياطه نتاعك نقيه كما الخلف كما الامام. او تبقى لنا نتاع الكتف هذا اللي راح نديروه على راس الكتف كما شاهدتوا في الصوره. نثبت هذه على راس الكتف، ديري تحت الورده اللي درتيها ديري طرفها تحت طرف الورده اللي مخيطتها وثبتيها رايحه جايه ماشي في وسط الورده، ما هيش في الوسط. تخيطي فوق الخياطه الاولى وتثبتي بالدبابيس وتخيطي على جانب القالو ها هي مقابلتك. هنا تبداي تخيطي على الجانب كما راكي تحكمي بيدك وتبداي تدوري في آلة الخياطه مع الورده. دوري مع الورده تشوفيها هاك تجيك تحسيها شويه صعبه وهي فقط حكمي لها راس الكتف وخيطي، ما تخرجي لا للخلف ناحيه الظهر ولا تميلي به الامام. شدي الخياطه نتاعك حكمي الخيط الداخلاني وثبتي بالبانقل القالو ثبتيه على راس الخياطه على راس الكتف ها مقابلك، ثبتيه على راس الكتف وخيطيه كامل دوري معاها بالخياطه. وان شاء الله في كل عيد وانتم ان شاء الله لابسين مبسوطين مجموعين مع احبابكم. اللي عندها غريب بعيد عليها ربي ان شاء الله يطلق سراحه، اللي احبابها بعاد عليها الله يلاقيها فيهم، وربي يدوم عليكم الصحه والعافيه والافراح. وثبتي كيما راكي تشوفي وين ثبتي فوق الخياطه الاولى وين قرنتي جمعتي القطعه الاماميه والخلفيه فوق الخياطه هذيك ثبتي فوقها وخيطي. كي تفتحي الفستان نتاعك شوفي كيف رانا نخيطوا فيه. ها هو هذه الخياطه كيما راني حاطه صبعي اللي تحت وهذا القالو حطيه فوقها وثبتي بالدبابيس وخيطي باه ما تهرب لك القاطفه ما تنزلح لك لا الامام لا الخلف. كشتي ديري لهم بالابره
ديري لهم غرزه 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 قبل ما تبداي بالماشينه، ثبتيهم بالابره وبعدها تخيطي وتنصلي هذوك الغرزات اللي درتيهم. تحبي بالدبابيس ثاني كيما راهم تلحقي عندكم تثنيه للداخل تحت القالو. كل الكمام ثاني فتحة الأكمام اللي خليناهم كذلك رايحين نديروا لهم القالو، وتدوري كامل بالخياطة كيما راهم، ثبتي رايحة جاية، وتجيه الثانية كذلك تفوتي عليها بالخياطة. الشرح راه مقابلكم، وتنتقلي للناحية الثانية كذلك، تروحي تجيري بالبداية ثبتي الخياطة تاعك. دائما ننصح بالالوان هذه، دائما ننصحكم انكم ديروا الخيط لون هو لون الكولير تاع الخيط، ديروه لون نفس الكولير تاع القالو، والداخل نفس الكولير تاع الفستان. تجيكم الخياطه نتاعكم تفرحكم كي تجيكم الخياطه نظيفه ونقيه، وتخيطي كامل هكذا. انا جاني هذا الفيديو اني فصلت ودرت لكم الصوره تاع الفصاله، وبعدها الفيديو نتاع الفصاله راح لي شرحته لكم على ورق. وكاينين زوج فيديوهات ثلاثه اخرين ثاني خدمتهم وراحت لي الصور تاعهم. جاتني هذه المناسبه قلت ندير لكم عنا نشرح لكم على الورق ونوري لكم الخياطه كيفاش تخيطوه، كيفاش تثبتوا القارو. اما الخياطه كي تخيطي غير هذوك الجوانب والتجمعي الاكتاف والجوانب فقط، ويعاونك فيهم السورجي نتيا ماذا بك تسورجي بنفس نفس اللون تاع القطيفه، او اذا كنتي دايرتيه منصات هذا كذلك يجي هايل، يجي كثير، يجي جذاب ويجي مليح. وهذا هي طريقه الخياطه تاعو، فوتي عليه كامل بهذه الطريقه. في الاول اجلت وقلت ما نديروش، فصلت، وبعد كي راح تاع الفصاله قلت ما نديروش، ومن بعد قلت نوري لهم منه جزء ويستفادوا منه بالقليل، ما كانش مشكل. وفي نفس الوقت نعيد عليهم نقول لهم عيدكم مبارك. وفي هذه الايامات كل واحد راه مشغول ملاهي بالاشغالات وبالجري تاع الشريه والامور، كيما بدايه رمضان وبدينا كيما خاتمه رمضان كذلك. الله يكثر افراحنا ويكثر مناسباتنا، خياتنا بنياتنا كامل. قلت ندير لهم الفيديو هذا، منها نقول لهم عيدكم مبروك، منها نتلاقى معهم ويسمعوا صوتي ونشوف الكومنتير تاعهم، نسقسي عليهم. نحب المشاهدات المشتركات دائما ان شاء الله ما تغيب منهم حتى واحده الا في حاجه الخير. تقصي الزياده اللي تبقات لك تقصيها، ديري منها الاكمام نفس الكتف هذا نفس الكتف الثاني. كي تكملي تحطيه على طاولة الكي، وتحبي ديري عليه الدران تاع قماش يعود قطن، وديري شويه بخار تكسلي به فقط. انا ما درتش راني من تحت الماشينه بينتولكم. تحبي يزيد شويه يتسرح ويبان لك مليح، تثني هنا من ناحيه الاسفل ناحيه الابط، تحطي هذه تبداي من ناحيه الابط تثني لداخل حوالي نص سنتيم ولا سنتيم وتخيطي عليه. ودائما كما قلت لكم تخلوا الوريدات هذون خارجين ناحيه الصدر وناحيه الذراع. واذا حبيتيها تجيك ما تجيش عريضه كما هاك، تنقصي بدل ما ديري 80 ديري 75 76 70 فقط. اذا حبيتيها تجيك نصف الذراع فقط. واذا حبيتيها تجيك كمامها كما هذه تجيك عريضه كامل، تبقى انت شدي الفصاله وشدي طريقه الخياطه سواء بالقالو هذا او بقالو واحد اخر، هذا يا مناسب ليها، ولا القماش ولا الطول والعرض. هنايا كي تلحقي الوسط هنا هي جاتني الورده هذه جاتني فوق الاخر نقصها، ها هي مقابلتكم وندخلها تحت خوتها. ما تطاوعيهش الا جاتك ورده من هذون او جاك جزء اكثر، حاولي تقصيها وتدخليها تحت خوتها. هذه ما حبيتش نخلي بينات من الفراغ، درتها بهذا الشكل. تبقاي تحكمي فيه، حطي معها واحده واحده ورايحه تحكمي في طريقتك بنفسك، وتحكمي في خياطتك بنفسك. واش هو لتحت كي تعودي تخدمي اثني القماش وكانك راكي كفيتي او درتي ديك لوغلي الخفيفه، وخيطي وخلي الوردات خارجين كامل. يبقاو هذوك الاجزاء الخفاف دوك دائما يبقاو خارجين ناحيه الايد وناحيه الرقبه، يبقاو باينين هاك شغل يجوا مزينين لك الصدر نتاعك. بالنسبه لدوره الرقبه تقبل تحبي تهبطيها اكثر من هذا تعرضيها، تحبي ديريها على الشكل في، وانا نفضل هذه باش ما تكثر لكش الكسرات
في القالو انه مع مرصع لداخل فيه داك الاحجار يمكن ما يساعدكش، او تجيك ورده خاصه او تجيك ورده زياده راكبه على خوتها في ناحيه الصدر ما تبانلكش، انت وصلي لطرف الخياطه كامل ثبتيها كامل طرف، هي كاين فيها شويه فقط في الخياطه اللي تزعجك شويه، اما بالنسبه للخياطه القالو فقط اذا كان بالشكل هذا، واذا كان كامل جاي على طريقه شريط واحد مش رايحه تضايقك. وتعاودي في الناحيه الثانيه تخيطيها من الناحيه الثانيه باه يكون مشدود على الناحيتين، تفوتي عليه كامل. ان شاء الله تكونوا رمضان صمتوه بالصحه والسلامه، مع انه سهره الليل هذه اللي راه تسهر فيها الناس شويه عياتها، ولكن هذا الشيء مش من رمضان، هذا الشيء من عاداتنا احنا نسهروا كثير في رمضان في الليل. وان شاء الله تعيدوا كامل لاباس عليكم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا ان شاء الله المناسبات الجايين كل عام وحنا ان شاء الله دائما مجموعين بفضل ربي سبحانه وتعالى في الحفظ والامان، وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. تخيطي كامل دوري عليه هكذا تلحقي تقريبا الوسط، وترجعي تدوري على الجهه الثانيه ناحيتين، تخيطيه من الناحيه هذه ومن الناحيه هذه، واللي شريته هنا كي توصلي للوسط تفتحي شو الوردات دوك ديريهم الطرف على الطرف فقط، تخليهم مفتوحين على شكل فراشه باش ما تجيكش معجره ناحيه او تجيك مكرمشه ناحيه الذراع. لكم الاخر والجانب الاخر بنفس هذه الطريقه بلا ما نطول لكم الفيديو كثير. تكملي كامل هنايا بعد على دوك الاحجار على الابره، وتكملي الخياطه تاعك تقانصي غير تصيدي هذوك الوريدات اللي ما فيهمش طرزه وتخيطي. وبما انه الخيط راه لون القالو والداخل راه لون الفستان، هنا الخياطه تاعك رايحه تفرح كثير وتجيك حاجه نقيه وحاجه معناها تشرف، ما تعودلكش فيها كثرة الالوان والخيط يجيك خارج على لون القماش. تكملي كامل الخياطه تاعك. هنا رانا انتهينا منها كامل، كي ناحيه اليمين كي اليسار كملناهم، وتنحي الخيوط الزايده تنقيها. وكما قلت لك الى المكوات عندك تاع البخار تثني كيما هكذا، تحطي عليه قماشه تاع قطن وتبخري ما تضربيش لحد بخور خفيف بخار عفوا خفيف غير باش تكسر لك الخيط. اما هو راه جاي كيما راه مقابلك هنا، راني ما استعملت فيه لا المكوات كيما راه مقابلك. وان شاء الله يا ربي دائما تستفادوا منه ولو بالقليل. هنا تقيسي الاكمام نفس الفتحه تاع الاكمام نفس الطول، وناحيه الرقبه من الامام ها هي مقابلاتك. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر في امان الله.